السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ من آخر فيديو كنا مع بعضينا، يا رب تكون الوصفة عجبتكم وتكونوا جربتوها، وما تنسونيش في لايك وشير وكومنت حلو تشجيع منكم ليا. والنهاردة جمعت لكم حوالي 4 وصفات حلو، وهنبتدي أول حاجة برموش الست. أنا معايا هنا نص كوباية سكر بودر، ومعايا نص كوباية من الزبدة، وعليها معلقتين زيت، وحطيت عليهم كده بيضاية كاملة وبياض بيضة، ماشي، تبقى بيضاية وبياض بيضة مع بعض. وحطيت هنا باكون فانيليا، وحطيت 3 معالق دقيق السمونينا او دقيق بسبوسة، وحطيت باكو بيكنج باودر، وحطيت 4 معالق جوز الهند ناعمة جدا، ويفضل يكون ناعمة جدا عشان ما تبانش. ونقلب كل الكلام دوت، وفي الاخر هننزل ونربط بربع كيلو دقيق، تمام. وابتدي امسكها كده زي ما انتم شايفين، و اشوف الملمس بتاعها ماسكه ولا فيها تشققات وكده. اول ما الاقيها لا تمام بتتشكل كويس معايا بدون تشققات في العجينه، طبعا انا بريحها 10 دقايق وابتدي بشكل فيها ازاي؟ ليها شكلين، لا شكل مدور للشكل اللي هو زي العيون كده اللي احنا بنعمله دلوقتي. بجيب قطعه وبعملها كوره، وبعملها زي الكفته كده، يعني اصبعها واروح جايه من الطرفين ضغط عليهم وضغطه في النص بس. وادي الشكل التاني بدور وضغطه في النص برضو. ادي الشكلين المتعارف عليهم عند الحلوانيه. وصفه رموش الست دي جميله جدا يا حبايب قلبي. طبعا انا ما بدهنش الصينيه خالص زيت، انا صينيه عادي من غير اي مواد دهنيه بشكل فيها العجينه بتاعت رموش الست. طبعا هنا عندي صفار بيضة، وبحط عليها باكو فانيليا عشان طبعا الزفارة طبعا بتاعت البيض. وبدهن كده هوت الرموش بتاعتي، وبعد ما بدهنها بروح جايبه الشوكة وماشية عليها، بعمل لها منها شكل ومنها ان هي ما تقبش معايا لفوق، لان طبعا فيها بيض وفيها بيكنج باودر فهتنفش. فالضغطة بتاعت الشوكة دي يا حبايب قلبي بتديني شكل، وبتديني ان هي متنفش او يعني تقب لفوق. طبعا هنا دخلتها على فرن درجة حرارة 180 على الرف الاوسط، طبعا على الشبكة. طبعا السكر او الشربات بتاعنا بيبقى يعني بحط كوباية ونص سكر وكوباية ونص مية، يعني اللي عايزة الشربات بتاعي ولا خفيف ولا تقيل، متوسط. ودي كانت رموش الست. تاني وصفة وهي بسكوت الشاتو، ويعني برجحها لكم بشدة جدا 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 ان تعملوها لأولادكم، وطعمها تحفة يا جماعة جدا، يعني فوق ما تتخيلوا، جربوها. هنا كان عندي 4 بكاوي بسكوت سادة، كسرتهم، بديت بسكوتة كده تكسيرة واحدة يعني على نصين. وعندي هنا نص كيلو لبن، بحط عليه 3 معالق كبار كاكاو، ويكون كاكاو خام، معلقتين سكر ومعلقتين زيت، وطبعا بكون فانيليا، وبقلب كل الكلام ده كويس، وطبعا معلقتين دقيق. وبحط الخليط ده طبعا بقلبه على البارد، وبعد كده برفعه على النار لغايه ما الخليط دوت بيغلي وبيتقل، مع القوام بتاعه بيتقل، وهو سخن كده وهو بيغلي لسه طافيه عليه النار، انزل على البسكوت بتاعي واقلب واخلي كل بسكوته تتشرب من الخليط دوت وتتغلف بيها. طبعا بقلبها بسيبها كده زي 5 دقايق. اكون انا حضرت كيس بلاستيك كده او كيس ستريتش اللي هو النايلون، ما عنديش بقى كيس سندوتشات عادي، وبعملها على شكل اسطوانه كده وبقفلها من الجناب وبحطها في الفريزر. انتي بتحطيها في الفريزر لمده ساعه او ساعتين بالكتير، عايزه تبيتيها مفيش مشكله، بس اقل حاجه لازم تكون ساعه او ساعتين. طبعا في الفتره دي انا بعمل طبعا بجيب شوكولاته، بار شوكولاته، وبحط عليه حبه لبن زي معلقتين لبن، ويكون اللبن بيغلي، وبحطه برضو في حمام مائي كده ولغايه ما الشوكولاته تسيح. ممكن مش عايزه تجيبي الشوكولاته اللي هي
اللي هي المغلفة دي، ممكن تجيبي شوكولاتة خام من عند العطار عادي، مفيش مشكلة، وتعمليها بنفس النظام، بشوريها ونفس النظام. بعد كده بطلع البسكوت بتاعي من الفريزر و اصب عليه الشوكولاته، وبعد ما اصب عليه الشوكولاته ادخله في الفريزر تاني حاجه بسيطه، واطلعه واشكله بالاشكال اللي انا حباها. طبعا ده شكل اسطواني، قدميها حلوه جدا جدا جدا. تالت وصفه معانا وهي حلاوه المولد، فوليه سمسميه، ممكن نعملها لاولادنا يعني مش شرط يبقى في مولد النبي. طبعا احنا بنعملها احتفالا يعني، دي او عاده عندنا. طبعا في ناس بيقولوا عليها بدعة، خلاص اعمليها قبليها او بعديها مفيش مشكلة، زي ما بناكل الرنجة كده قبل شم النسيم او بعديها، مش شرط في نفس اليوم يعني، عشان ما تكونش دخلنا في حتة فيها بدعة وكده. فممكن تعمليها طول السنة يعني عادي، الأولاد بيحبوا الحاجات الحلوة ديت. هنا أنا عندي كوباية سكر وربع كوباية مية وعصرة ليمونة ومعلقتين عسل جلوكوز، وكل ده بقلبه على البارد. وبعد كده بشغل عليه النار، واحط ربع معلقه بيكنج باودر او ربع معلقه بيكنج صودا، اللي هي الكربونات الصوديوم، او بنسميها كربونات بتاعه الطعام. واول ما بلاقي العسل بتاعي كده لونه غمق وتقل، بنزل عليه السوداني، او بنزل عليه السمسمية بتاعتي، مش السمسمية، السمسم. وطبعا السوداني والسمسم يكونوا متحمصين. عايزة تعملي حمص برضو تنزليه عليها بنفس الطريقة، هي طريقة واحدة في الثلاث حاجات. وابقى دهنة الزيت بتاع يعني الصينية او الكيس البلاستيك اللي على الصينية زيت، كل حاجة دهنها زيت، السكينة، الفرادة دي، كل حاجة زيت. وافردها بالشكل اللي انتوا شفتوها دي، واول ما بتبرد ما بتاخدش ساعة كده يا حبيب قلبي، واقسمها كده وتقدميها لاولادك وبألف هنا وشفا. معانا بقى رابع وصفة من الحلويات، ودي اسهل حاجة فيهم، وهي الشعرية بلبن. يعني مفيش اسهل من كده. بجيب حبة زيت او معلقة سمنة بلدي مع زيت حلوة قوي او زبدة، وابتدي، بس اهم حاجة يبقى فيها زيت، ما تعمليش سمنة لوحديها علشان ما تتحرقش وتغمقلك الشعرية. تمام. فحبة زيت على حبة زبدة او حبة سمنة، واجيب الشعرية احمرها، بس يكون تحميرة حلوة وغامقة، عشان لما بتحط لها المية بتفتح معاكي. وبعد كده بحط لها زي كوباية مية مغلية كده، وطبعا بحط لها معلقتين سكر عشان اطعم الشعرية. وبحط برضو بحط كيسين فانيليا، واقلب كل الكلام دوت. واول ما الشعرية بتاعتي بتشرب المية دي، اطفي عليها، ما بخليهاش تنشف خالص قوي تلزق في الحله، لا، سيبي حبه ميه بسيطه كده، زي معلقتين ميه فيها كده، هي هتشربهم ما تقلقيش، بس عشان بتدي الطعم حلو. وبحط كده في الطبق والسكر بتاعي وحبه اللبن بتاعي، لبن بقى مبستر، لبن زريبه لا مؤاخذه، او من عند اللبان حلو. ويا ريت تجربوا الوصفات دي.